عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. كان ب200 جنيه، بس كانت خامته مستورده وكان نازل عليه سيل، فعشان كده جبت لهم كلهم زي بعض. بس لابني ملقتش زيه، فجبت له بقى ايه مختلف. جبت له الشوز ده، ابني الوسطاني كان نفسي اجيب له زيهم بس ملقتش. بصوا ده مقاس 31 اهو، اسود في جراي كده. ده كان ب270 جنيه. طبعا الاسعار دي مش موجوده خالص دلوقتي، بس انا ايه جبتها لهم عشان آه يعني كان صدفه، يعني مش عارفه كان ايه اللي حصل. كنا بنجيب شوز تاني لابني عشان بوظ الشوز بتاعه بتاع المدرسه، فقلنا لقينا دول بالصدفه كده عليهم سيل كمان ب200 جنيه عليهم سيل. عايزه اقول لكم بقى خف الريشه ده بتاع ابني الكبير، تحفه بقى، تحفه تحفه تحفه. وخامته بقى رهيب بصراحه، جميل جميل جميل. خصوصا الحاجات الخفيفه دي للاطفال بتبقى حلوه قوي. مقاسه 35. جبتوله ازرق في ليموني كده، هيبقى لايق جدا مع طقم العيد. بصوا بقى طقم العيد بقى بتاعهم. برضو البناطيل دي كنت جايبها لهم من فتره. بصوا البنطلون ده كان نازل عليه، كنت بجيب تكييف والتوحيد والنور وشويه حاجات كده من في الصيف اللي فات ده، فلقيت البنطلون ده نازل عليه سيل كده. بصوا، والجنس بتاعه جميل وكل حاجه، بس هو هيبقى طويل عليه شويه، فهقصره له مش هتنيه بقى المره دي والحاجات دي، عشان بصراحه ايه حاسه ان مفيش امل، يعني هو ان بيطولوا حبه صغيره وبعدين بيضايقهم، وبعدين البنطلون اصلا بيبوظ. بصوا بتاع ابن الوسطاني قد بتاع ابن التاني. ده كان البنطلون كان ب 150 جنيه. طبعا ما فيش الاسعار دي دلوقتي. وبعدين اكتر حاجه في الدنيا بقى ان هي رحماني من اللف، يا دوبك لفيت بس عشان اجيب لهم الحاجات اللي من فوق بقى، اللي هي التيشيرتات او كده. برضو بتاع ابن الوسطاني حبيت ان انا ايه اغير له. وعنده برضو بنطلون لونه كحلي غامق، برضو جديد خالص، ملبسهوش، يا دوبك قصرته له بس ملبسهوش. جبت له بقى الشميز ده. بصوا ده لابن الكبير. جبت الشميز ده كده قميص كده تحفه، يليق بقى مع البنطلون وفيه ليموني. بصوا، وطبعا الشوز اهو اهو شايفين. فالطقم ماشي الحمد لله كويس جدا وظبط. كنت عايزه اجيب لهم قعدت اقول ايه التيشيرت الليموني، يا دوبك بالصدفه لقيت التيشيرت، قلت ايه المشكله اما اجيب لهم زيتي بدل ليموني، اهو برضو يليق مع الليموني. فبجد حلو جدا. وجبت لهم بقى قميص المره دي اغير بدل الايه التيشيرتات، لان هم عندهم تيشيرتات كتير جدا. عندهم تيشيرتات خريفي بكم، كنت جايبها لهم العيد اللي فات، وعندهم تيشيرتات بنص كم. فالحمد لله يعني ايه. لكن القمصان هي اللي ما عندهمش، عندهم تقريبا 2 او حاجه كده. معلش سوري، عندي برد فظيع بخصوص الجو اللي بيحرر وبيعمل دوت. فجبت له القميص ده حلو قوي قوي، كان ب200 جنيه. خامته حلوه جدا وتحفه وجاي عليه جميل، ويتهنوا بيهم يا رب. جبت على ابن الوسطاني بقى. بصوا ده على قده بالظبط، هو سفروت كده في نفسه، صغنطوطي خالص على قده بالظبط بالظبط. فجبت له القميص ده اهو مع البنطلون. كنت خايفه ان هو ما يطلعش نفس الدرجه، طلع نفس الدرجه الحمد لله يعني. اهو شايفين اهو. جبت له القميص ده حلو بكم وجميل برضو ب200 جنيه برضو، كلهم من محل واحد يعني. وجبت له كمان القميص ده لابن الوسطاني، ده بنص كم. بصوا حلو جدا جدا جدا. بصوا تحفه اهو. طويل عليه بقى شويه، يعني طويل كده طويل يعني طول قصدي يعني اللي هو مش جاي ايه فاهمين، مش جاي كان يعني مثلا عايز يبقى كده عشان يبقى مظبوط، بس مش مشكله يعني. حلو تغيير. وبرده يعني هو برده ما عندهوش، عنده تيشيرتات كتير لكن ما عندوش قمصان كتير، عنده برده قميصين
يعني الواحد بينسى ان هو يجيب قمصان للاطفال، فانا بصراحه لقيتهم صدفه، قلت طب وليه لا ما اجيبش قمصان المره دي، تغيير. بنوتي بقى جبت لها من قبل كده، وريتها لكم في الفيديو، جبت لها البنطلون ده، هي عندها هدوم كتير جدا هوريها لكم دلوقتي. ما يغركمش يعني، بنوتي دي الدلع كله ربنا يبارك فيها يا رب، ويخليها لي ويخليهم لي كلهم يا رب، اللهم امين. فجبت لها البنطلون ده الفوشيا ده، كنت جايباه من على نون ب150 او ب130 جنيه. بقول لكم خامته صيفي كده وخفيف وكده ودلع. هيطلع واسع عليها شويه بس مش مشكله يعني، ابقى ضيقه لها. جبت لها لونه فوشيا كده. وطبعا وانا بجيب الحاجات ديت ما جبتش حاجه ليها خالص غير دي. هي كان نفسها في شنطه، فبصراحه ايه لقيتها قدامي فجبتها لها. بصوا الشنطه الزقنطوطه دي ب100 جنيه، دي ب100 جنيه بس. فجبتها لها بصراحه، قلت مش مشكله يعني، المهم ان هي تكون مبسوطه. عايزه اقول لكم مبسوطه قوي بيها، لان طبعا بتشوفني وانا لابسه الشنط وكده فهي مبسوطه. فجبتها لها دي ب100 جنيه. ما كنتش عارفه اجيب لها ايه بصراحه يعني، اجيبها لها لونها ايه، فجبتها لها اسود وخلاص لغايه اما اعرف هجيبها لها ايه يعني. انا قلت البنطلون فوشيا واجيبها لها فوشيا، فلا. جبت كمان الفرشه دي ب25 جنيه، يا رب تطلع حلوه. جبت كمان الفرشه دي للبيبي هير برضو ب25 جنيه. برضو ايه قلت ايه عشان تبقى حلوه يعني معاها وكده. بغير فرش كتير قوي، فرش بتكسر وما بتديش النتيجه اللي انا عايزاها. بصوا بقى، بصوا زوجي جاب دوت السليبر ده حلو قوي من توحيد النور، بس ضخم كده اهو، لصلاة العيد. تقريبا كان ب400 جنيه حاجه كده، بس هو خامته حلوه بصراحه، بس هو تقيل قوي، بس هو عاجبه يعني. الحاجات دي كنت موريها لكم قبل كده. آه لبنوتي كنت جايبها لها خريفي كده، ترنجات خريفي. ده اهو شايفين كده، والبنطلون بس هي ما لبستهوش لان هو مقاس 4 وكبير عليها، فشلته لها لان حلاوته يبقى على قدها يعني. البنطلون طويل وبتتني الكم فبهدله بصراحه، فقلت طب وعلى ايه. لبست منهم ترنج واحد بس اللي هو الترنج ده، بصوا، وبرده شلته لانه كبير كبير عليها قوي، فخلتهم لها. قلت مش مشكله، وقلت اما اجيب لها واحد على قدها بقى. بصوا ده مقاس بقى 2 تلبسه السنه دي، وبرده حلو يقعد معاها يعني. اهو من ال سي مقاس 2 خريفي كده وقطن ايه بقى طبعا. والبنطلون بتاعه ده بتاع يوم الوقفه. يوم الوقفه اهم حاجه البيجامه اهو، شايفين تحفه. بصوا كنت جايبه لهم تيشرتات مقفوله اهو، ده ابن الكبير كنت جايبه له ده برضو ما لبسوهوش عشان مقاس 10، وده كمان خريفي ما لبسوهوش عشان مقاس 10. يعني في هدوم كتير قوي ما لبسوهاش. وعندها البنطلون ده بس مقلوب على ظهره، هو لونه اسود اهو، مقطع كده من هنا، برضو ما لبستهوش عشان طلع طويل عليها قوي فمش حلو، فسبته لها. وبقى وحماتي كانت جايبه لها فستان ده اللي هو اللون ده الموف، هوريهولكم. هو لونه طبعا مش موف فاتح كده، فشلته لها لان هي كانت جايبه لها في الشتاء، في اخر في الشتاء خالص، في عز الشتاء يعني. فقلت لا هيبقى ده هيبقى حلو للخريفي اهو، شكله تحفه اهو. وليه بلورو كده، وفي واحد تاني بس مش عارفه هو فين. تحفه تحفه، سكر وقطن بقى وايه، قمر. وانا بموت في لون الموف ده، بموت فيه. وكنت جايبه لهم التيشيرتات اللي بكم دي، واحد لابن الكبير واحد لابن الصغير بابيض برضو لبسه. كنت جايبه في كل باكت كان فيه 2، واحد اسود وواحد ابيض، فشلت الابيض فبرضو ينفع يلبسوا على التيشيرتات ويلبسوا جاكيت جينز. وهنا بقى الترنجات، فالترنجات الخريف انا كنت جايبه كنت جايبه لابني الكبير 5، فما ما لبسهمش، ما لحقش يلبس الا غير واحد بس، وبعد كده الدنيا شتت قوي يعني. معلش سامحوني على الكحه. ف حبيت ان انا بقى ايه اهو، فجبت لهم واحد جديد خالص
برضو خريفي، بكم ببنطلون كده. ده الابن الوسطاني بيحب قوي بومبا وتيمون. بصوا القمر، بصوا الحلويات، حاجه كده فظيع فظيع. بصوا خامته تحفه ما شاء الله. اهو من ال سي. بصوا تيمون وبومبا تحفه تحفه تحفه. واحد تاني بيحب اودي، جبت له اودي. كل واحد بشخصيه الانمي اللي هو بيحبها. اهو اودي، والبنطلون بتاعه بصوا عليه ايه، عليه رجلين. بصوا سكر سكر. جبته لهم برضو بحيث ان ايه، يبقوا مبسوطين كل واحد وهو لابس الحاجة اللي هو بيحبها. بصوا، فجبت لهم بقى ده جديد، ده جديد وده جديد. انما دول بقى عنده، يعني ده بتاع ابن الوسطاني، وبقى الباقي بتاع ابن الكبير. دايما بجيب للكبير اكتر عشان هو اللي هدومه بتصغر اكتر، بيديها لاخوه على طول يعني. بس كده. في تاني، في حاجات تانية البنوتي، في فساتين وفي تيشرتات. بس بقى هما في الشنطة بتاعة الشتاء، ف انا مش هقدر انزلها دلوقتي خالص. بس بقى اوريكم حاجات العيال. انا برضو السنة دي ما قدرتش اشتري حاجة لنفسي، غير لاني مش يعني بصراحة الاذواق تحت غريبة جدا والاسعار اغرب. يعني الحاجة انت مش مقتنعة بيها وسعرها غالي غالي على الفاضي. فجبت بصراحة كنت محتاجة شوية طرح وبندانات. دي بندانة من لافوال اهي. اهي اللي هي بتتربط دي. جبت البيضة والسودا اللي بحتاجهم كتير، وجبت الاوف وايت. في منها عاملة زي الطاقية وفي منها اللي بتتربط. دي طاقية ودي اللي بتتربط اهي. تمام. وجبت بقى شوية طرح، وبصراحة ما كنتش جايبهم من دلوقتي كمان، انا كنت جايبهم من فترة. اشكال دي الشكل ده نازل ترندي جدا بكل الوانه. جبت الشكل ده بني في لبني في فوق اورنج، عجبني قوي فجبته. الطرحه كانت عامله 120 جنيه، هي في المحلات ب150 وب180 دلوقتي. جبت الطرحه دي برضو، وجبت منها اللون ده على بني كده في اسود، وده على ازرق. هي ديجرادي كده، الخامه اللي هي الشاش دي. وجبت كمان الطرحه دي بني في بيج. جبت اكتريتهم اللي هم مش ساده، هي دي الوحيده اللي ساده، اللي هي الديجرادي. الباقي مش ساده، مشجره. ودي اسود، اسود في ابيض في بيج كده، والعرض بتاعها كبير، بس مش عايزه افتحها عشان ما تكسرش. ودي الوحيده اللي ايه فاتحه، فجبتهم. آه البسهم بقى على البلوزات اللي عندي بلوزات بقى طويله، وعندي شميزات يعني يليقوا مع الشميز الاسود، يليقوا مع الشميز الابيض عندي، وعندي شميز جنزاري، عندي حاجات شميزات كتير قوي فيليقوا معاه الحاجات الساده، لغايه اما الدنيا تهدى شويه وابقى انزل في بعد العيد. لاني مش عارفه بصراحه، الدنيا زحمه جدا. وكمان بنوتي ناقصها، عايزه شميس كده او اي تيشيرت لونه ابيض، بلوزه كده على البنطلون بتاعها. برضو مش عارفه انزل قوي، لاني بصراحه الوقت قليل والدنيا زحمه. بس هحاول بكره ان شاء الله انزل، عشان بنوتي، بس عشان اجيب لها التيشيرت بتاعها دوت، او بلوزه. انا بصراحه ببقى يعني مش عارفه اجيب ايه، فببقى ماشيه مش عارفه، على حسب بقى ايه. انا جبت لها البنطلون لونه فوشيا، فهشوف البلوزه بقى يعني ان شاء الله ايه، الاقي حاجه تبقى كويسه تليق على المواضيع دي. لو الفيديو نزل لكم على كده يبقى انا ما نزلتش جبت البلوزه. لو لو نزل بقى يعني، لو كده بعد كده بقى يبقى انا جبت البلوزه. بس هشوف لسه لاني مش عارفه. بس بكره ان شاء الله ناويه ان انا انزل ان شاء الله، ربنا يقدرني يعني، عشان ما بحبش انزل وانا صايمه خالص، بس لازم انزل وانا صايمه عشان الولاد بتبقى في الحضانه فاكسب وقت. فان شاء الله ربنا يقدرني.
وبس. وقولوا لي انتوا عملتوا ايه وجبتوا ايه. انا خلاص الحمد لله خلصت الشقه، وفيديو الشقه برضو هينزل، بس ناقص بس البوتاجاز وبس كده. خلصت كل حاجه الحمد لله، ربنا قدرني، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا. ربنا يتقبل مننا الدعوات والصيام والصلاه وكل حاجه يا رب. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم امين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ما تنسوش من دعواتكم. السنه دي رمضان كان حلو جدا، ما تعبنيش في اي حاجه غير بس الجو هو اللي متعب جدا. فالواحد بقى النازله في معدته والحاجات دي. فاللهم لك الحمد على كل حال. بس كده. تعالوا بقى اما اوريكم انا جبت ايه. جبت حاجه ممكن مش متوقعه ابدا. انا طبعا زي ما قلت لكم انا مش بجيب لبس عيد، يعني اللي محتاجاه بجيبه، مش مساله بقى لبس عيد والحاجات الغريبه دي. فتعالوا بقى جبت ايه. جبت حاجه تحفه وخامتها رهيبه وجميله. بصوا بسم الله اللهم بارك. انا زي ما انا قلت، مش عارفه قلت لكم ولا ما قلتلكمش، انا عندي مناسبه في العيد، فمحتاجه حاجه زي فورمال كده كلاسيك، مش فستان، لان المناسبه عندي في البلد، وطبعا معايا اطفال، فمش هينفع خالص الفستان، مش هينفع اطلاقا يعني. ولو كان عندي فستان كنت حضرت بيه، بس للاسف مش هينفع. بصوا بصوا جبت بليزر، وجبت بليزر وعليه زي بدله كده، بس طبعا هو كل حاجه لوحدها يعني البليزر ده لوحده، هو بيتربط كده في لونكا. انا بس بربطه لكم وهوريه لكم حالا اهو. بصوا الشياكه. جبته اسود، كان في منه اسود وابيض اوف وايت قصدي، ولبني، مفيهوش جيوب ولا اي حاجه، هو كده. عايزه اقول لكم ان هو طويل، ما شاء الله طويل. بصوا بدعت يعني بدعت. معلش ثواني بس عشان ايه انا بصور بايد واحده. جبت كمان البنطلون ده، هو طبعا كل حاجه زي ما قلت لكم لوحديها. جبت البنطلون ده تحفه، هو الصك كده، كان في منه العادي وكان في منه الصك. انا جبت الصك ده لان مش هيليق غير مع البدله دي غير الصك. والبنطلون بصوا من هنا كده اهو، جاي معاه حزامه. البنطلون دي ومقاسه جميل، وبصوا مش قادره اقول لكم بقى، لدرجه ان انا عايزه اروح اشتري منهم كل الالوان بتاعه البنطلون. البنطلون تحفه تحفه. عارفين في ساعات القط بتاعه البنطلون بتبقى مظبوطه قوي، عارفين انتوا، وساعات ما تبقاش مظبوطه، بتبقى ناقصها حاجه. ده بقى مظبوطه لكنك مفصلاه، يعني انت مفصلاه على نفسك. بجد بجد البنطلون تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم انا مبسوطه قد ايه، لاني انا ما كنتش لاقيه حاجه اجيبها، وكنت عماله افكر اجيب ايه اجيب ايه. فبجد بجد تحفه تحفه اهو. فجبت البنطلون ده. البنطلون دوت، مش عارفه فين الريسيت بتاعه. البنطلون دوت ب 480 جنيه. هتقولوا لي غاليين، بس هو بصراحه تحفه، وخامته تحفه. خامته بتتمط سنه كده، لا بجد بجد البتاع عاجبني عاجبني عاجبني، مش قادره اقول لكم مهما اتكلم عنه. بجد حاجه تحفه. ودوت شوف ده بكام. ده ب 545 جنيه. كاردن اسود، تحفه تحفه كلاسيك كده، ومنتهى الشياكه، بجد منتهى الشياكه يعني. لخطوبه، لفرح، حاجه كده كلاسيك كده، شياكه بجد شياكه. وجبت كمان البلوزه دي بقى. بصوا انا كنت بدور على بلوزه ستان على بنطلون كلاسيك بس كده، هي بقى جت صدفه ان الكاردن ده كمان. فجبت البلوزه برضو، قلت ما يتضرش، هي لونها فوشيا قوي كده اللي هو بس قلت برضو تنفع برضو حلوه، لاني انا ما عنديش حاجات للافراح خالص. انا اصلا ما عنديش اي حاجات ملونه. انا كنت قعدت فتره كبيره البس اسود، فدي اول فتره يعني. بصوا ده ب 455. بجد بجد تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله هدخل على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك كمان واتابعها، لان بجد هم حلوين قوي. البلوزه دي واسعه كده بقى طبعا، وزي بصوا لكم واسعه كده واوفر سايز كده ورهيبه، واللمعه بتاعتها شيك قوي، وبرده تنفع فرح خطوبه، حاجه كلاسيك كده، منتهى الجمال منتهى الجمال. طبعا على البنطلون الكلاسيك برضو تحفه تحفه تحفه. وجبت ايه كمان بقى. بصوا
انا متعوده كل سنه، الحمد لله يعني، اللهم بما نعمه. السنه دي كنت فاكره ان انا مش هجيب لهم بصراحه، بس الحمد لله ان ربنا قدرني وجبت لهم، مبسوطه بيها قوي. بس عشان ايه ما توسخش البدله. بصوا، كل سنه بجيب لاولادي يصحوا في العيد، يصحوا الصبح بعد ما نصلي العيد نروح نشوف هديه العيد. فجبت لاولادي اللعبه دي. بصوا، لعبه مختلفه السنه دي وجميله، بس هم هيحبوها قوي، انا متاكده من الموضوع ده. هم كانوا عايزين ساعه، فدي ساعه ولعبه في نفس الوقت، فانا متاكده ان هم هيحبوها قوي. بصوا دي البنوتي، هي ب65 جنيه. هم عندهم عربيات وطيارات عندهم كل حاجه بصراحه يعني. عارفين طبعا الاطفال طول الوقت بتجيبي بتجيبي. فمعرفتش اعمل ايه بقى غير ان الساعه دي شكلها حلو كده، و مش عارفه دي ايه دي، مش عارفه. بصوا دي لعبه اهو، لعبه كده. ودي ساعه حقيقيه، ساعه بتظبطيها وتبقى ساعه جميله وشكلها حلو، يعني لعبه وساعه في نفس الوقت. جبت لكل واحد واحده الشكل اللي هو بيحبه. عندي ابني بيحب سبايدر مان، وواحد هو ده الاشكال اللي كانت عند الراجل يعني، فحاولت على قد ما اقدر. وبنوتي طبعا بتحب العرايس، فحبيت ان انا ايه اجيب يعني اكتر حاجه. ف وطبعا على فكره انا جبت مع البليزر دوت حوالي 5 بلوزات او حاجه كده، بس انا غسلتهم اول لما جيت. مين زي كده بيحب يغسل الهدوم، خصوصا الهدوم اللي بتتلبس على الجلد. بصوا كل واحد واحده كده عجباني قوي، هلفها واديها لهم. دي هديه العيد، فانا هلفها واخبيها عشان دي هديه العيد. ويا رب يا رب كده ان شاء الله ما يقطع لنا عاده، وان شاء الله ربنا يبارك في اولادنا ويجعلهم من الصالحين الفالحين. بنحاول نعمل لهم شويه ذكريات في عز الظروف الاقتصاديه، في عز الدنيا ديت، في عز كل حاجه. بنجاهد عشان خاطر اولادنا يبقوا مبسوطين. واحتسبي كل حاجه لله، وربنا يعوضك خير. وانا بحتسبه لله، وربنا ان شاء الله ان شاء الله يرزقني ويرزق باباهم كل الخير، عشان نقدر نجيب لهم اللي هم عايزينه. جبت الشرابات دي البنوتي اللي كانت محتاجه شرابات. بصوا دي ب25 جنيه، 3 مع بعض كده، فجبت لها 2 لان هي الوحيده اللي كانت محتاجه شرابات. وجبت ده ليا التنت، انا ما بحطش مكياج غير التنت، ما بحطش اي حاجه في حياتي غير التنت. تنت في بوزي وتنت في بقي، هو نفس اللون اللي ده ب35 جنيه. وجبت ايه تاني؟ وجبت طبعا زي كل سنه التوك. عايزه اقول لكم ان الشنطه بتاعت التوك دي ب200 جنيه. شايفين الشنطه دي؟ والله ب200 جنيه. يعني بجد ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا، الاسعار صعبه صعبه صعبه. بصوا دي اول بلوزه. بصوا عايزه اقول لكم الكم خطير، بصوا فردها لكم كده اهو، لسه بالتيكت بتاعتها غسلتها بس. دي ب200 جنيه. هو كان عامل سيل كده على كل البلوزات، فانا بصراحه ما قدرتش اسيبهم لان هم كلهم يليقوا كلاسيك مع البدله، فما كنتش عارفه اني حلو فيهم قوي. دي كمان بصوا الكم بتاعها اهو. دي بصراحه مش جايباها عشان البدله قوي، بس هي لاقت برضو على البدله. جايباها عشان عندي فستان كده ممكن البسه تحتيها، او البسه فوقيها، افتح ديت والبسه فوقيها، فاهميني؟ فجبتها عشان كده. برضو دي ب200 جنيه اهو، وبتتربط بقى من هنا كده وحركات. بصوا هوريكم الباقي. بصوا دي وليها حركة من هنا كده، والكم برضو بتاعها لونها احمر كده، برضو ب200 جنيه. عجبتني قوي. دي كمان بصوا بقى البليسيه طبعا طالع موضة، وليها هنا كده شكلها تحفة. دي لونها موف كده، شيفون كده تجنن، كلاسيك كلها. برضو دي ب200 جنيه. دي شكلها تحفة بقى، تحفة بجد، جميلة جدا. في دي بقى لو لقيت منها كنت الوان تانية كنت خدتها. دي اهي بتتربط كده من دي اليق واحدة مع البتاع، اول واحدة شفتها اصلا وقلت هاخدها يعني.
بس انا ما بحبش اللون الذهبي قوي، فبس هي حلوة قوي اهو. بس هي طبعا لايقة جدا 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 يعني فوق ما تتخيل، والرابطة دي بقى من على الايد تربطيها في لونكة، شكلها تحفة تحفة تحفة. وفي واحدة كمان دي اهي، هي لونها مش واضح قوي في الكاميرا، بس دي قلت خفيفة في الصيف، وفي نفس الوقت برضو تنفع معاها، يعني مش هتقول لا، هي تنفع جدا. بس يعني هي تنفع مش هتقول لا خالص، بس ايه قلت لا برضو، حتى لو ايه هي خفيفة، الحاجات الشيفونات دي بتبقى خفيفة قوي في الصيف، ودي اطول واحدة فيهم بقى، فبصراحة خدتها برضو ب 200 جنيه كلهم. بصراحة ما استخسرتش ابدا ان انا اخدهم. ليه؟ لان انا ما عنديش بلوزات الكلاسيك دي خالص، انا ما عنديش البلوزات الكلاسيك دي، يعني مشكلة بالنسبة لي. ليه؟ لاني عندي كل الحاجات كاجوال، لبس سريع، فقلت ليه ما يبقوش في دولابي، بحيث ان انتي هتلاقي عليهم حاجات كتير. وكان نفسي بجد من البلوزة دي الاقي منها كتير. ليه؟ عشان هي شيك وبتلاقي على حاجات كتير قوي، فبس كده. ودي كمان تحفة بصراحة، تحفة. مكنتش متخيلة ان هي تبقى حلوة قوي كده في اللبس، تحفة. وبرده الحمرا دي جميلة، ما كنتش فاكرة ان انا بحبش اللون الاحمر خالص، بس هي برضو طلعت حلوة قوي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، ودي كانت المشتريات. ايه رأيكم فيها؟ واكتبوا لي في الكومنتات ايه احلى بلوزة، وايه رأيكم في السوت بتاعتي الجديدة البدلة، وايه رأيكم في مشتريات الاولاد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، معلش الفيديو طول. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والدعوة الحلوة. وكل سنة وانتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.